السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مرطب زوين 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 يعني للشنايف. بالنسبه لهذا المرطب اللي غادي نحضر لكم اليوم ان شاء الله، اول حاجه كيعطينا لون يعني للشنايف، بالاضافه الى انه مرطب كيعالج لنا داك التشققات اللي كتكون عندنا في الشنايف ديالنا نتيجه ديال البرد او لا حساسيه. هنايا في هذه الوصفه هذه غادي نستعملوا جوز الهند يعني اولا الكوك اللي معروف بزاف، يعني الاهميه ديالو كمرطب للشنايف. عندي الفازلين حتى هو يعني غني على التعريف، حتى هو كنستعملوه كمرطب. وبالنسبه للملون غادي نحتاجو العكر الفاسي اولا كما كيتسمى في بعض الدول العربيه دم الغزال. بالنسبه لهذا المرطب اللي غادي نحضر لكم اليوم، يعني على حسب الدرجه ديال اللون انت اللي بغيتي، يعني الا بغيتيه مغلوق بزاف اولا الا بغيتيه يعني متوسط اللون ديالو يكون يعني متوسط، اولا بغيتيه خفيف يعني بمجرد تعطي داك اللون الوردي المفتوح يعني للشنايف ديالك. اليوم كيبقى لك انت الاختيار، يعني على حسب الكميه اللي غادي تستعملي ديال العكر الفاسي. انا بالنسبه لي غادي نصاوبو يعني خفيف شويه. وبالنسبه لهذا الماسك هذا انا كنصح السيدات لانه مستعملين فيه الفازلين، وحنا عارفين الفازلين ما يمكنناش يعني نصوبوها ونخرجوا للشمس. يعني هذه الوصفه هذه يا اما نديروها في الليل او لا نستعملوها وحنا في قلب الدار، يعني ما نتعرضوش للاشعه ديال الشمس. بالنسبه لهذه الوصفه هذه يعني زوينه كما سبق لي وذكرت، كترطب وفي نفس الوقت كتعطينا لون. نبداو ان شاء الله نحضروا هذه الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي ناخذوا فازلين، ديما فازلين اللي كنستعمل انا كناخذ فازلين طبيعي يعني ما فيه حتى شي يعني معطر، كناخذوا طبيعي. غادي ناخذ تقريبا 2 معالق يكونوا كبار على حسب يعني انت الكميه اللي كنتي باغيه تستعملي. انا بالنسبه لي غادي نستعمل 2 معالق كبار بهذا الشكل. غادي ناخذوا معلقه صغيره من الزيت ديال جوز الهند. بالنسبه لهذا الزيت ديال جوز الهند كما حنا عارفين راه كيكون جامد يعني داير بحال الفازلين. من بعد غادي ندوب هذه المكونات كامله في حمام مريم. غادي ناخذ القليل من جوز الهند تقريبا معلقه صغيره. هنا هو انت كتلاحظي الشكل ديالو ملي كيكون جامد. غادي نزيد شويه ما يعادل معلقه صغيره. تقريبا معلقه صافي. وغادي ناخذ القليل من العكر الفاسي اولا دم الغزال كما سبق لي وذكرت لكم على حسب الدرجه ديال اللون انت يعني اللي بغيتي. انا غادي ندير القليل من بعد غادي ندير هذا الخليط ديالي في حمام مريم، يعني حتى غادي يذوب لي هذا الفازلين وهذا الزيت ديال جوز الهند ويتخلطوا لي مزيان مع هذا العكر الفاسي. وغادي نوري لكم الشكل ديالو. هذا هو الشكل الخليط ديالي من بعد ما ذوبته ودرته في حمام مائي اولا حمام مريم. هانتي كتلاحظي داك الزيت ديال جوز الهند والفازلين كيذوبوا لي وكيتخلطوا لي مزيان مع داك العكر الفاسي اولا مع داك دم الغزال بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذ طويصه. انا بالنسبه لي كنستعمل هاد الطويصات هادو ديال البلاستيك اولا الا عندك يعني قريعات صغارين، كنكب فيها هاد الخليط ديالي وكنديرو في الثلاجه يعني غير من التحت اولا تخليه يعني في المطبخ حتى غادي يولي يتجمع، كيولي لي بحال الفازلين كيتجمع. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم الشكل ديالو في التالي كيف كيولي. ان شاء الله من بعد ما يتجمع غادي نوريكم الشكل ديالو. هذا هو الشكل ديال المرطب اللي حضرت لكم يعني اليوم. من بعد ما خليته في الثلاجه تقريبا واحد الساعه ديال المكانه يعني حتى كيرجع لي بحال اللي جامد. انا غادي نوريكم الشكل ديالو. هذا هو انت كتلاحظي يعني راه واخا كيبان لك اللون ديالو مغلوق ولكن ملي كدهنيه راه اللون ديالو مفتوح وحال حسب انت كيف ما بغيتي كما سبق لي وذكرت. يعني الا بغيتي لون ديال هذا المرطب يكون عندك مغلوق كتكثري العكر الفاسي اولا دم الغزال. انا هنا عندي واحد قديم بالنسبه لهذا عندي اللون ديالو مفتوح وعندي هذا قديم
انت كتلاحظي اللون ديالو كيف داير يعني. وزائد واحد النصيحه واحده اخرى، ان كل ما كنخليو هاد المرطب كل ما اللون ديالو راه كيتغلق لنا، يعني من على حسب اللون اللي بغيتي، وفي نفس الوقت يعني ما تكثريش. يعني الا بغيتي لون يكون مفتوح ما تكثريش بزاف، لان كل ما كيبقى لنا كل ما اللون ديالو كيتغلق. انا هذا دايراه مغلوق شويه، وهذا انت كتلاحظي كي داير الشكل ديالو، يعني كاين اختلاف، هذا مغلوق وهذا مفتوح. انا غادي نجربه في يديا باش غادي نوريكم اللون. نوريكم اللون ديال هذا اللي مغلوق شويه. ناخذ القليل بهذا الشكل وغادي ندهنو. هذا هو الشكل ديال المرطب اللي حضرت لكم اليوم. هانتي كتلاحظي يعني اللون ديالو، هذا بالنسبه للون اللي عندي مغلوق، وهذا بالنسبه للون اللي مفتوح. انا نوريه لكم حتى هو، يعني اللي بغات هذا يعني اللون ديالو مفتوح، يعني كاين اختلاف على حسب الكميه ديال العكر الفاسي او دم الغزال اللي انت يعني كتستعملي. غير بنصيحه بالنسبه للسيدات، هذا المرطب هذا كما سبق لي وذكرت دايرين فيه يعني الفازلين، وعارفين حنايا الفازلين ما خصناش نتعرضوا به لاشعه الشمس. يعني هذا المرطب نديروه في الليل اولا مثلا هكا في يعني في المنزل ديالنا، ما نتعرضوش للشمس. بالنسبه لهذا المرطب يعني صحي وزوين، كيرطب لنا الشنايف، كيعالج لنا داك التشققات اللي كتكون عندنا في الشنايف ديالنا نتيجه يعني البرد والشرقي. كنتمنى انه هذا المرطب اللي حضرت لكم اليوم ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. عجبكم هذا المرطب اللي حضرت لكم اليوم، ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا معي في القناه ديالي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو باش توصلوا ان شاء الله بالجديد، ونلتقي في وصفه جديده والى اللقاء.